في حوالي الساعة 13 من يوم الأحد 12 من فبراير لعام 2017 كان أغلب سكان منطقة الغزالية في العاصمة العراقية بغداد يستريحون في منازلهم بعد يوم عمل شاق، فيما كانت الشمس قد بدأت تميل جهة الغرب في إشارة لقرب انتهاء ذلك اليوم. لكن شمس ذلك اليوم أبت أن تغرب دون أن تخلف لسكان المنطقة ذكرا مرعبة ستلتصق بأذهانهم للأبد. كان الهدوء والصمت يعمان شوارع المنطقة التي توارى سكانها خلف جدران منازلهم، لكن أهالي المنطقة الآمنين فوجئوا بسماع دوي إطلاق نار صاخب يخترق جدران هذا الصمت المقيم. كان من الواضح من الصوت أن شخصا ما أطلق عدة رصاصات للتو، ولذلك هرع عدد لا بأس به من سكان المنطقة لتفقد الأمر. عندما خرجوا إلى الشارع شاهدوا شخصا مقنعا يركض عبر الشارع وهو يحمل في يده مسدسا قبل أن يختفي تماما عن أنظارهم. صعد الجيران إلى المنزل الذي نزل منه ذلك الشخص على وجه السرعة، وهناك عثروا على جثة جارهم المسن رعد عمر علي المشهداني راقدة أمام منزله في بركة من الدماء، بعد أن أصيب المدرس المتقاعد بعدة أعيرة نارية أفقدته حياته. تواصل أهالي المنطقة مع الشرطة على الفور، وسرعان ما بدأت وحدات الطوارئ ودوريات الشرطة بالوصول إلى مسرح الجريمة. قامت السلطات بضرب طوق أمني على المنزل بأكمله استعدادا لبدء التحقيقات التي ستفضي في النهاية إلى نتيجة غير متوقعة بالمرة. وقد أذهلت نتيجة التحقيقات المجتمع العراقي بأسره. فإذا كنت تملك الفضول الكافي لمعرفة تفاصيل هذه الجريمة والدافع الذي أدى إليها، تابع معنا هذه الحلقة المقدمة لك من قناة وقائع حتى النهاية. قام المحققون بفحص مسرح الجريمة بشكل دقيق، وتبين لهم من خلال الفحص أن رعد حاول بالفعل الهروب من الجاني، لكن الجاني كان أسرع منه وعاجله ب3 طلقات أنهت حياته على الفور. وقد استطاع المحققون جمع أغلفة الطلقات التي ستمكنهم لاحقا من تحديد سلاح الجريمة. كان الاستنتاج المبدئي للمحققين أن هذه لم تكن سوى جريمة سطو مسلح انتهت بشكل مأساوي، نظرا لأن رعد كان معروفا بأنه رجل ثري ويملك الكثير من العقارات والمشاريع الخاصة. لكن سرعان ما تم دحض تلك النظرية بعد أن لاحظ المحققون أن الأغراض الثمينة التي احتفظ بها رعد في منزله كانت لا تزال في مكانها. قام المحققون أيضا بفحص سجلات كاميرات المراقبة الموجودة في الشارع الذي يقع فيه منزل الضحية. استطاعوا رصد الجاني وهو يترجل من سيارة تاكسي ويتجه نحو منزل الضحية وهو يلتفت يمينا ويسارا بحذر. كان من الواضح أنه يتأكد من أن الشارع كان خاليا من المرة. بعد صعوده للمنزل بدقائق معدودة استطاع المحققون رصد الرجل وهو يخرج مسرعا من المنزل بعد أن أطلق النار على رعد. لكن تحديد هوية الجاني لم يكن أمرا سهلا، نظرا لأنه كان يرتدي قناعا. قبل هذا انت ايش كنت لابس؟ على الرغم من ذلك استطاع المحققون تحديد هوية مطلق النار وإلقاء القبض عليه في غضون 48 ساعة فقط، وذلك من خلال تتبع مساره عبر تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة بأكملها، ليتمكنوا في النهاية من الحصول على لقطة تظهر فيها ملامح وجهه تقريبا. بالإضافة إلى ذلك حصل المحققون على أوصاف تقريبية للجاني من خلال استجواب شهود العيان الذين رأوه وهو يركض في الطرقات مسرعا كالمجنون. تم تحديد هوية مطلق النار على أنه شاب يبلغ من العمر 28 عاما ويدعى مصطفى عبد مزهر، وهو عامل في مخبز قريب من منزل رعد. أجرى المحققون بعض التحريات حول مصطفى وطبيعة العلاقة التي جمعته برعد، وقد علموا من خلال تلك التحريات أن مصطفى كان قد تعرف على رعد قبل حوالي 3 سنوات، وبالتحديد في مطلع العام 2014. في ذلك الوقت
كان رعد يبحث عن شخص ليساعده في حل مشكلة قانونية كان يعاني منها، وذلك بعد أن تعرضت إحدى شاحناته للحجز من قبل إدارة مرور بغداد. عندما علم مصطفى بذلك تطوع على الفور لمساعدة رعد، وأخبره بأنه يعرف شخصا يعمل في إدارة المرور ومن الممكن أن يسهل له إجراءات استعادة الشاحنة من جديد. وبالفعل استطاع مصطفى أن يقدم يد العون التي كان رعد يحتاجها. على إثر ذلك أصبح مصطفى صديقا مقربا من رعد وعائلته، حتى أن بعض جيران الأسرة أخبروا المحققين أن مصطفى كان أحيانا يتردد على منزل رعد في غيابه، في إشارة إلى الثقة المطلقة التي كان الشاب يتمتع بها، حيث كان رعد يعامله كأحد أبنائه. كان رعد يملك 9 من الأبناء والبنات، وكان معظمهم متزوجين ويعيشون في منازل منفصلة باستثناء ابنته الصغيرة الزهراء التي كانت لا تزال تقطن معه وزوجته السيدة فاطمة عبد المهدي. كان معظم أبناء رعد في سن مصطفى تقريبا، وهو السبب الذي جعل رعد يرحب به في عائلته. بعد إجرائهم للتحقيقات اللازمة قام المحققون باستصدار أمر بإلقاء القبض على مصطفى وتفتيش محل سكناه. عند إلقاء القبض عليه عثر المحققون بحوزته على سلاح ناري. قام خبراء المعمل الجنائي لاحقا بمطابقة أغلفة الرصاصات التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة مع ذلك السلاح الناري، ليتأكد المحققون أن مسدس مصطفى كان هو سلاح الجريمة الذي استخدم لإنهاء حياة رعد. مسلحين بهذا الدليل القوي انقض المحققون على مصطفى بشكل مباشر أثناء استجوابه، ولم يتيحوا له أي فرصة للمراوغة أو محاولة التهرب من الأمر. وسرعان ما أقر الشاب بأنه هو من انتزع حياة رعد، لكن السبب الذي دعاه لفعل ذلك أدهش المحققين وتسبب في حالة من الصدمة ضربت المجتمع العراقي بأسره لاحقا عندما عرفت هذه القضية طريقها إلى وسائل الإعلام. أخبر مصطفى المحققين أن زوجة رعد فاطمة عبد المهدي البالغة من العمر 52 عاما وابنتيها حوراء البالغة من العمر 28 عاما وتبارك البالغة من العمر 18 عاما هن من طلبن منه ارتكاب تلك الجريمة المروعة. أوضح مصطفى للمحققين أن رعد كان رجلا شحيحا للغاية على الرغم من ثرائه، وكان أبناؤه وزوجته يعانون من بخله عليهم، ولذلك فقد أرادوا التخلص منه ليحظوا بنصيبهم من الميراث. أخبر مصطفى المحققين أن فاطمة وعدته بأن تدفع له 20,000 دولار أمريكي مقابل قيامه بهذه المهمة، وقد سلمته نصف المبلغ بالفعل بعد القيام بالجريمة، وذلك ليتمكن من شراء سلاح ناري ليستخدمه في تنفيذ الجريمة، ووعدته بإعطائه باقي المبلغ بعد أن تحظى بنصيبها من الميراث. كذلك كان الحال بالنسبة لتبارك وشقيقتها حوراء، حيث وعدت كل منهما مصطفى بأن تدفع له مبلغ 10,000 دولار من نصيبها في الميراث بعد إتمام الجريمة. وقد زعم مصطفى أن شقيقتهما الثالثة نور انضمت للخطط في وقت لاحق، ووعدته أيضا بمبلغ مالي مجز نظير تلك العملية، ليصل إجمالي المبلغ الذي كان سيحصل عليه مصطفى مقابل إطلاق النار على رعد حوالي 60,000 دولار أمريكي. أشار مصطفى في حديثه مع المحققين إلى أنه كان مترددا في البداية من قبول المهمة، لكنه لم يستطع مقاومة إغراء المال الوفير الذي عرضته العائلة عليه، خصوصا أنه كان عاملا فقيرا في المخبز. بالإضافة إلى ذلك أوضح مصطفى للمحققين أن فاطمة زوجة الضحية كانت تضغط عليه بشدة للمضي قدما في الخطة. لم يقف دور أفراد الأسرة عند التمويل فقط، بل إنهم شاركوا مصطفى في وضع خطة التنفيذ وحددوا له الوقت المناسب لتنفيذ الجريمة، كما أنهم أخلوا المنزل لينفرد هو برعد. وقد زعم مصطفى في اعترافاته أنه تواصل هاتفيا مع مها زوجة ابن رعد الأكبر عمر وهو في طريقه إلى منزل الضحية ليتأكد منها أن الشارع كان خاليا من المارة. استقل مصطفى سيارة أجرة من منزله إلى منزل رعد وقام بتخبئة السلاح الناري بحرص في ملابسه، وعندما وصل للمنطقة وترجل من سيارة التاكسي وضع على وجهه القناع أخرج المسدس ومشى بحذر نحو شقة رعد. طرق مصطفى الباب على الرجل المسن
وعندما فتح رعد الباب أصيب بالذعر لرؤيته المسدس الذي كان مصطفى يحمله في يده، الأمر الذي دعاه للفرار إلى الداخل. لكن مصطفى عاجله ب3 طلقات أنهت حياته على الفور قبل أن يفر من مسرح الجريمة هاربا. بناء على المعلومات التي أدلى بها مصطفى تم إلقاء القبض على كل من فاطمة وابنتيها. وإذا كنت تعتقد أن هذه القضية غريبة بالفعل حتى الآن، فانتظر حتى تستمع لاعترافات الأم وابنتيها. أوضحت فاطمة للمحققين أنها تعرفت على مصطفى من خلال زوجها قبل 3 أعوام، وكانت تتعامل معه كما لو كان أحد أبنائها، لكن العلاقة بينهما اختلفت كثيرا عندما علم مصطفى أن فاطمة كانت عادة ما تتعرض للتعنيف والإساءة من زوجها. يبدو أن ذلك لم يعجب مصطفى على الإطلاق، وقد استغل الشاب كل فرصة ممكنة ليخبر فاطمة بأنها كانت امرأة طيبة ولا تستحق تلك المعاملة. وفي إحدى المرات قام مصطفى بدعوة عائلة رعد لتناول طعام الغداء في أحد المطاعم، لكن رعد اعتذر عن الذهاب بسبب أمر مفاجئ طرأ في العمل، وطلب من زوجته أن تذهب برفقة ابنتها الصغيرة الزهراء. استغل مصطفى انفراده بفاطمة ليفصح لها عن مشاعره تجاهها وليخبرها بكل صراحة ووضوح أنه كان واقعا في غرامها، وأن قلبه يعتصره الألم في كل مرة يشاهد فيها رعد وهو يوبخها. على الرغم من أن مصطفى كان من عمر أبنائها، فقد أخبرته فاطمة بأنها كانت تبادله تلك المشاعر الجياشة. منذ تلك اللحظة نشأت علاقة غرامية بين مصطفى وفاطمة، وكان العاشقان يستغلان انشغال رعد الدائم بالعمل ليلتقي في منزل رعد بشكل شبه روتيني. بعد مضي فترة من الوقت بدأ رعد يشك في سلوك زوجته الغريب، كما أنه بدأ يعلم من الجيران أن مصطفى كان يتردد على منزله في ظل غيابه. لم يتردد رعد في الإفصاح عن تلك الشكوك لزوجته، معتبرة أن الأمر غير منطقي، فكيف لها أن تكون منخرطة في علاقة رومانسية مع شاب من عمر أبنائها؟ بعد حوالي عام من تلك العلاقة تطلقت تبارك ابنة فاطمة من زوجها، وعادت لتعيش في منزل والديها مع طفليها. منذ أن عادت تبارك إلى منزل والديها لاحظت تصرفات والدتها الغريبة وعلاقتها المثيرة للشك مع ذلك الشاب. سرعان ما استطاعت تبارك أن تقطع الشك باليقين بعد أن رأت بأم عينها والدتها وهي تحظى بوقت ممتع مع مصطفى على فراش والدها. عندما واجهت تبارك أمها بذلك انفجرت فاطمة في وجهها وهددتها بأنها ستذبحها إذا ما تسرب ذلك الخبر إلى والدها. لم يقف الأمر عند تبارك فقط، فقد اكتشفت الابنة الكبرى حوراء أيضا أمر علاقة والدتها بمصطفى، وذلك بعد أن عادت الفتاة إلى منزل والديها في وقت مفاجئ لترى ما رأته شقيقتها قبلها. ظلت كل من تبارك وشقيقتها حوراء محتفظتين بسر والدتهما، لكن لسبب ما كان رعد يشك في أنهما كانت تخفيان عليه شيئا ما، ولذلك قرر الرجل عقد اجتماع عائلي استجوب خلاله كل من فاطمة وتبارك وحوراء. في البداية نفت الفتاتان أن تكون والدتهما على علاقة بمصطفى، لكن رعد كان متأكدا، ولذلك فقد ضغط على ابنتيه ووصل به الأمر إلى حد الاعتداء عليهما بالضرب، مما أدى بهما في النهاية للإقرار بوجود علاقة عاطفية بين فاطمة ومصطفى. منذ تلك اللحظة بدأ رعد بمعاملة فاطمة وابنتيها بشكل عنيف للغاية، وكان عادة ما يعتدي عليهن بالضرب أو ينهال عليهن بالسباب والشتائم بشكل شبه ممنهج، وهو ما دفعهن في النهاية للتفكير في التخلص منه. بطبيعة الحال لجأت فاطمة لعشيقها الشاب لتنفيذ تلك المهمة. أقرت فاطمة وابنتيها أمام المحققين بأنهن قمن بإغراء مصطفى بالمال لتنفيذ الجريمة بعد أن ضقن ذرعا من ممارسات والدهن العنيفة والانتقامية تجاههن بعد أن اكتشف أمر علاقة الأم بمصطفى، لكنهن في الوقت ذاته أوضحن للمحققين أن إقناع مصطفى لم يكن أمرا صعبا كما زعم الشاب، بل على العكس تماما، فقد كان مصطفى مؤيدا لفكرة الخلاص من رعد، خصوصا بعد أن وعدته فاطمة بالزواج منه بعد أن تهدأ الأمور.
بالإضافة إلى ذلك نفت فاطمة وابنتيها أن يكون لشقيقتهن نور وزوجة أخيهن مها أي علاقة بالتخطيط للجريمة، مؤكدين أنهما لم تكونا على علم بالخطة من البداية. بناء على اعترافات النساء الثلاث تم استجواب مصطفى من جديد. هذه المرة أقر الشاب بأمر علاقته العاطفية بفاطمة، لكنه روى القصة من وجهة نظر مختلفة، حيث أنكر لقاء المطعم وأخبر المحققين أن فاطمة هي التي كانت تتغزل فيه وتحاول إغواءه منذ البداية. أخبر مصطفى المحققين أن فاطمة كانت تتردد على المخبز الذي كان يعمل فيه لشراء الخبز، وكانت في كل مرة تحاول التحدث معه لفترة أطول حتى استطاعت أن تتحايل عليه لتحصل على رقمه، وبعد ذلك بدأت في نسج مؤامراتها لإيقاعه في غرامها. بالإضافة إلى ذلك نفى مصطفى مزاعم أفراد أسرة المشهداني التي تفيد بأنه كان متحمسا للخلاص من رعد، مؤكدا على أنه لم يكن يرغب في انتزاع حياة الرجل، لكن النسوة الثلاث قمن بإغرائه بالمال. أكد مصطفى من جديد على اشتراك كل من نور ومها في التخطيط للجريمة، لكن التحريات التي أجراها المحققون لاحقا أثبتت أن مصطفى كان يكذب في تلك النقطة. استنتج المحققون أن الشاب كان حاقدا على أسرة المشهداني التي ورطته في تلك الجريمة، ولذلك فقد كان يحاول توريط أكبر عدد ممكن من أفراد الأسرة في الأمر. في النهاية تمت إحالة كل من مصطفى وفاطمة وتبارك وحوراء للمحاكمة، فيما لم توجه أي تهم لأي شخص آخر من أفراد الأسرة، ونظرا لإقرارهم بالذنب لم يكن من الصعب على المحكمة أن تدينهم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. نظرا لأنه هو من نفذ الجريمة بيده، فقد حصل مصطفى على حكم بالإعدام، فيما حكم على كل من فاطمة وتبارك وحوراء بالسجن المؤبد.